تتجه الأنظار إلى القمة المنتظرة بين المنتخب الجزائري ومنتخب بوركينا فاسو ضمن منافسات كأس إفريقيا 2025، وهي مباراة اعتبرها الكثيرون واحدة من أبرز لقاءات دور المجموعات نظراً لقيمة المنتخبين وطموحاتهما في البطولة. وقبل ساعات من المواجهة صدرت تصريحات لافتة من مدربي المنتخبين حملت مزيجاً من الاحترام المتبادل والثقة والطموح. أبدى فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري احتراما كبيرا لمنافسه البوركينابي، واصفا المباراة بأنها واحدة من أكثر مباريات المجموعة صعوبة. وأكد أن بوركينا فاسو يتمتع بتنظيم قوي وسرعة عالية وقدرة على حسم المباريات، وهو ما يتطلب تركيزا كبيرا من لاعبيه. ورغم ذلك شدد بيتكوفيتش على أن ثقته بمنتخبه لا حدود لها، قائلاً إن الجزائر لديها الإمكانيات والخبرة اللازمة للعب من أجل الفوز. وأضاف أن الفريق سيعتمد على قراءة دقيقة لأسلوب لعب الخيول لضبط إيقاع المباراة واستغلال التفاصيل الصغيرة لتحقيق النقاط الكاملة. من الجهة المقابلة، أظهر براما تراوري مدرب بوركينا فاسو احتراما واضحا للمنتخب الجزائري، معتبرا أن الخضر من أقوى المنتخبات في القارة لما يمتلكونه من لاعبين محترفين وتجربة كبيرة في المنافسات القارية. ورغم الاعتراف بقوة الجزائر، أكد تراوري أن فريقه يدخل المباراة بدون خوف، وأنه يملك الأدوات التكتيكية والذهنية لمجاراة أي منتخب. وأوضح أن مواجهة الجزائر ستكون اختباراً حقيقياً لطموحات بوركينا فاسو في الذهاب بعيداً في البطولة، مؤكداً ثقته في قدرة لاعبيه على فرض أسلوبهم والبحث عن نتيجة إيجابية.